السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وحبايبنا وحوش المذاكرة في كل مكان. جه وقت المراجعة بتاعتنا، ومراجعة النهاردة مراجعة هامة بأمر الله مش هيخرج منها الامتحان. فكل طلبه من حضرتك التركيز والانتباه وتحل معايا بشكل رايق. أي شعار أنا أقوله خليك حافظه، أي تركاية أقولها لك خلي بالك منها. تعلم مني إزاي تتعامل مع السؤال وإزاي تحل السؤال وإزاي تكون فول اتنشن ومركز جدا علشان تطلع بأعلى درجة بأمر الله في امتحانك. يلا بينا رجالتنا، يلا بينا بناتنا، اقوى مراجعه بامر الله. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وحبايبنا أبطال أولى إعدادي. إن شاء الله ليلة امتحان، ليلة جميلة جدا رايقة جدا بأمر الله. والنهاردة بأمر الله هنتمرن على كل سؤال في الامتحان هيجيلك بكرة بأمر الله. الامتحان بتاعك إن شاء الله هيبدأ بالسؤال الأول، والسؤال الأول عبارة عن الليسننج اللي بيكون مهم جدا، وبيكون عبارة عن جزئين. الجزء الأولاني وهو بيطلب منك بعض، بص كده، بيكون عليه اول حاجه 3 درجات، وده الشكل بتاعه. تمام. تمام، احنا هناخده تمرين. هو ده الجزء الاول من الليسننج، وده الجزء التاني من الليسننج. فالليسننج عندك هو ايه وعندك بي. الجزء الاولاني بيكون عباره عن تشوز، بتختار كلمه وتحط عليها سيركل. والنوع التاني بيكون عباره عن ليسن اند كومبليت، يعني استمع واكمل. هنبتدي مع بعض بالنموذج اللي قدامنا ده. فانا هقول لك النص، التكست، وبعد كده تتمرن معايا ازاي تحله. مبدئيا وقبل كل شيء انا عامل لك مراجعه ليله امتحان لاهم الاسئله، وبرضه هتلاقيني عامل فيديو منفصل بحل لك فيه 4 نماذج امتحانات شامله المنهج كله. فالمطلوب من حضرتك تسمع الاتنين دول، يعني هتلاقيهم يعني لن يتجاوزوا الساعه، وهيكونوا لامين افكار المنهج كله بامر الله. هنبدا بالسؤال الاولاني. بيقول لي climate change affects all of us in many ways. The weather is hotter in summer. Sometimes there are more storms and heavy rain, which can cause flood. In winter, it might be warmer than normal. Animals and plants are also affected. Animals lose their homes. People might have less water for farming or not enough food in some places. السؤال الاولاني طبعا مطلوب من حضرتك ايه؟ مطلوب قبل ما المستر او المس يجوا تكون انت قريت الاسئله دي كلها وفهمت معناها، بحيث ان لما المس او المستر تيجي تقول التكست تكون حضرتك عندك خلفيه عن المعلومات اللي موجوده فيها. climate change، السؤال الاولاني climate change affects، بيأثر طبعا all of us، ده قلناها في التكست. It's space not in summer because of climate change. الجو طبعا بيكون hotter، ودي قلناها. آه بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي heavy rain causes flood، فهتكون heavy. طبعا رتم المراجعة سريع عشان الأفكار دي احنا أصلا والشيت ده خدناه قبل كده، وأغلب المعلومات احنا فرمناها. فيعني عايزة مراجعة ليلة امتحان سريعة يعني إلى حد ما، لأن الأفكار معروفة. In winter the weather might be، وده السؤال اللي بيطلب منك إنك تكتب الكلمة. فالكلمة الأولانية هي كلمة warmer، أوكي، فهتكون warmer. animal lose their، بيفقدوا their homes. انت هيطلب منك كتابة هذه الكلمة. بعد كده people might have less، الإجابة طبعا هتكون water. اوكي ندخل على السؤال اللي بعده، والخاص بسؤال الكومبرهنشن. عبارة عن قطع صغيرة وبيطلب منك انك تجاوبها. طبعا احنا رافعين شعار في السؤال ده ان احنا اول حاجة بنترجم التيبل اللي قدامنا دي، وبعد كده بامر الله نقرأ كويس اللي قبل النقط واللي بعد النقط. سبحان الله الاجابة بتظهر لوحدها. موفد يعني انتقل الى، هوبي يعني هواية، هوم تاون المنشأ او المكان اللي الانسان بيسكن فيه او موطنه. جيوكاشن لعبة الجيوكاشن. ولايك يعني يحب. دارين البنت دارين نقط باريس، انتقلت الى باريس. فالاجابه الاولانيه هتكون موفد. شي مسز هي بتفقد، او عارف لما حد يوحشه حد او يوحشه مكان، فمس هنا بمعنى يوحش. شي مسز هير هوم تاون، فالاجابه هتكون هوم تاون في تاني واحده. she loves، هي بتحب with her friends، بتحب لعبة جيوكاشن. فالإجابة هتكون رقم 3 جيوكاشن. الإجابة اللي بعدها بتقول جيوكاشن is her favorite، هوايتها المفضلة، فهتكون هوبي. ادخل على السؤال اللي بعده، والسؤال اللي بعده سهل جدا. جيوكاشن is a special sort of outdoors treasure. كنا بنسميها treasure ايه يا مستر؟ طبعا انت هتترجم ده كله، اسمها treasure hunt.
اللي بعد منها just like a normal treasure hunt use base clues تبحث عن النتائج والاستنتاجات أو بتحل النتائج، فالإجابة التانية هتكون solve. بعد كده it help you find something بيساعدك انك تلاقي شيء حاجة بتكون ايه من اللي تمشي معايا، مش هتكون بوكس يا مستر ولا هتكون كلوز، هي هتكون بتدور على الحاجة الانترستنج، فالإجابة هتكون interesting. اللي بعدها but in geocaching the نقط comes from an app بتجيبه من تطبيق، والإجابة طبعا هتكون معانا close. ندخل على السؤال اللي بعده. walls يعني حوائط، understand يعني يفهم، understanding الفهم نفسه، ancient قديم، وبانك بانك. the temple of Edfu معبد إدفو is an ايه يا مستر؟ تعالى كده نفكر. Egyptian temple يبقى متحف مصري قديم او معبد مصري قديم، فالإجابة هتكون ancient. السؤال اللي بعده. The town is on the west التاون المدينة بتكون في the west طبعا of the river على بنك، فالإجابة هتكون هنا بنك. ضفة مش بنك اللي هو بنك اللي احنا لا بنك ضفة ايه نهر النيل. اللي بعد كده between Luxor and Aswan the temple about 2250 years old it's important for مهم جدا لفهم الحياة في ancient Egypt، فالإجابة هتكون understanding. السؤال اللي بعده because the writing on الكتابة على، طبعا حضرتك عرفت الإجابة، الكتابة بتكون على الحوائط. ندخل على السؤال اللي بعده. موتور بايكس موتوسيكلات، وكايتس طيارات، وجزر معا، وايلاند يعني جزيرة، وفيليج يعني قرية. My name is coming my family and I live on بيعيشوا على ان. طبعا طالما عرفت ان غششتني الإجابة، فهنبدأ بحاجة بدأ بصوت متحرك، فالإجابة طبعا هتكون island. إيه السؤال اللي بعده. It's a big family there are my mom dad brother and my grandma my aunt and my uncle and my three cousin we all كلنا live بنعيش ايه يا مستر in a traditional house بنعيش. موتور بايك مش هتنفع، كايتس مش هتنفع، لكن نعيش together مع بعض هي الإجابة. السؤال اللي بعده. we don't have a car but we have two حاجة عندنا حاجتين، طبعا هتكون الإجابة موتور بايكس. آخر جزء من السؤال والمفروض ان هنا بيكون في كلام كده مكتوب منها انهم بيفلاي الكايتس، وبتكون رقم 4 دي موجودة في الشيت الأصلي. ندخل بقى على بعض النصائح لحل السؤال القطعة، ودي أهم النصائح، إنك تقرأ القطعة قراءة سريعة من غير توقف. اقرأ الأسئلة على القطعة لتحديد المعلومات التي تبحث عنها. نقرأ القطعة للمرة التانية. حاول أن لا تزيد إجابتك على قدر السؤال، يعني إيه ما تزودهاش، تمهل في فهم السؤال والتأكيد على فهم السؤال بشكل سهل. دي أهم الأسئلة اللي هتكون اللي حضرتك لازم تبقى عارف ترجمتها في سؤال القطعة. زي ضع عنوانا مناسبا، give a suitable title for the passage، أو what's the main idea، إيه الفكرة الرئيسية للباسج. what does the pronoun ما الذي يشير إليه هذا الضمير. what does the underline word mean، الكلمة اللي تحتها خط دي معناها ايه. what do you think of، ايه رأيك في كذا. do you agree، هل انت توافق على كذا. what is the opposite of او the antonym of، ايه عكس كذا. او كلمة summarize بمعنى ايه. summarize بمعنى لخص. تمام. دي اهم الاسئلة اللي هتقابلك في سؤال الايه الباسج او القطعة، فمطلوب من حضرتك بقى ايه تركز عليها بشكل كويس جدا. تعالى كده مع بعض نتمرن على الباسج دي. بيقول لي we all agree كلنا متفقين that eating healthy food ان اكل الطعام الصحي. اكيد طبعا كده عرفت انه بيتكلم عن الهيلثي فود مين having a healthy life امتلاك حياة صحية وجميلة. the food we eat affects our life بيأثر في حياتنا than anything else. people there have 3 meals بياكلوا 3 وجبات a day في اليوم. but in fact ولكن في الحقيقة they don't care about what they should eat for each meal ما بيهتموش ايه اللي لازم ياكلوه في كل
وجبة. Those meals must contain لازم تتكون من everything that our bodies need. كل حاجة جسمنا محتاجها. They should contain vegetables لازم تحتوي على الخضروات والكربوهيدرات والفريش فروت والميلك and يا مستر البروتين. although fast food is delicious على الرغم من ان الفاست فود بيكون صحي جدا and easy solution for people وبيكون الاختيار السهل والحل السهل للناس who work long hours اللي بيشتغلوا ساعات كتيرة. no time to cook it's unhealthy and so expensive بيكون غير صحي وكمان بيكون غالي. هنا بيقولك it دي هتكون عايدة على من causes a lot of dangerous disease. على فكرة it دي عايدة على الفاست فود على الطعام السريع والأكلات السريعة. to be in a good health you should eat healthy food and practice sport. لازم تاكل healthy food وتمارس رياضة as they renew لأنهم renew our energy and refresh our mind also doctors advise people to drink milk and a lot of water every day. بيبتدي طبعا معاك بالسؤال الاولاني ويقول لك the pronoun it refers to بيشير الى ايه في الباسج اللي عندنا. طبعا حضرتك عرفت ان هو بيشير الى الفاست فود. the underline word الكلمة اللي تحتها خط delicious لذيذ معناها ايه يا مستر؟ معناها ان الحاجة دي healthy. طب تعالى كده ايه نبص يا مستر، هل تيست نايس ولا اكتيف ولا تيست باد؟ اكيد طبعا مش هتكون حاجة من دول، فهي ولا دي ولا دي ولا دي dangerous، لا هي تيست نايس يعني طعمها لطيف جدا. تمام. تعالى بقى ايه نبصوا على الجزء اللي بعده اللي بيقول لي what's the main idea of the passage. ايه الفكرة الرئيسية للباسج؟ الباسج بتتكلم عن ايه؟ تعال نشوف. طبعا حضرتك عرفت ان المين باسج ليها انها بتتكلم عن الهيلثي فود. تمام. why يعني لماذا do people work long hours buys fast food؟ ليه الناس اللي بتشتغل لوقت طويل جدا بتشتري الورك فود؟ I think يعني من خلال فهمنا للقطعة بانهم ما بيكونش عندهم اي وقت because لانهم they have no time to cook. اوكي do you think هنا بيطلب رأي، خلي بالك عشان يقولك do you think لازم تجاوب الأول سواء yes أو no، بعد كده تذكر ايه السبب بتاعك. do you think that eating one kind of food is healthy؟ هل ان احنا لما ناكل نوع واحد من الأكل بيكون صحي؟ why and why not؟ طبعا دي حاجة غلط، فالإجابة أول حاجة هتكون no يا مستر. ليه؟ because we should eat different kind of food. because لأننا we ايه يا مستر؟ we should لازم ايه eat ناكل different kinds of food. different kinds of food. السؤال اللي بعده how يعني كيف can you be in a good health؟ ازاي تكون في good health؟ I think يعني ان احنا I should، طبعا هو بيسألك انت فتقول له I should مثلا eat healthy food، اكل healthy food. وايه تاني يا مستر؟ وممكن do sport and do sports وتلعب رياضة. ده كان نموذج معانا كده على سؤال الكomprehension بتاعك وازاي تحله واهم الاسئلة اللي واردة عليه. وهنا تعالى نتمرن على سؤال الديالوج. طبعا حضرتك عارف ان الديالوج الاول كان حضرتك بيطلب منك جملة كاملة وبعد كده اتغير المواصفات وبقت كلمة واحدة. مرتك الاول على ازاي تعمل جملة كاملة وكنت شطار جدا ما شاء الله، استوعبتها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان الطريقة اللي احنا اخترعناها اللي هي بتعملها في 3 خطوات دي كانت جامدة جدا وسهلت عليكم الموضوع. والاغنية بتاعت ادوات الاستفهام دي سهلت عليكم الموضوع جدا جدا جدا، هي والاكسلري فيربز والافعال المساعدة. لما هيطلب بقى منك المرة دي انك تختار كلمة، فحضرتك لازم تبقى فاكر الشكل اللي قدام حضرتك ده اللي هو
التركيبه بتاعه الكويستشن مارك. طبعا احنا اتفقنا اول ما الاقي علامه استفهام عيني تحت جمله عاديه دبليو اتش ابص على تاني كلمه. تمام تمام. ايه المطلوب من حضرتك؟ انك تبقى عارف ان اداه الاستفهام بتيجي في الاول، وبعد كده يا مستر الفعل المساعد، وبعد كده الفاعل، وبعد كده الفعل، وبعد كده التكمله. انت بقى بتسال نفسك هو الحاجة اللي شايلها أو النقط اللي موجودة دي مكانها فين. لو في أداة استفهام هترجع تدور على أداة استفهام، لو في ركن الفعل المساعد تدور على الفعل المساعد، لو الفاعل، وهكذا. والإجابة حرفيا بتكون موجودة تحت. يعني أنت أول ما تبص على علامة الاستفهام تبص تحت هتعرف الإجابة. ودي أهم أدوات الاستفهام. وبتسأل على ايه؟ هو بتسأل عن الشخص العاقل، واي بتسأل عن السبب، بنختارها لما الاقي بيكوز، وتو از وات يعني ما او ماذا بتسأل عن الشيء الغير عاقل، ويل بتسأل عن المكان، وان زمان، هوز لمن الملكية، واتش بمعنى اي، هاو بتسأل عن حالي ومواصلاتي. وكان في اغنية لطيفة جدا في ادوات الاستفهام كنا بنقولها كانت بتسهل علينا الدنيا. طب الافعال المساعدة الجميلة بتاعتنا، الافعال المساعدة دي بتكون تاني حاجة في تكوين الاستفهام بتاعتك، ولما بتيجي في الاول خالص من غير أداة استفهام بشكل كبير كده، كنت بقولها لك بطريقة فاني كده، بيكون معناها هل، والإجابة عليها بتكون بيس أو نو. بالمثال يتضح المقال. تعال نحله مع بعض الأسئلة اللي موجودة معانا في الشيت بتاعنا. يلا بينا يا ريس. نبدأ بالسؤال الأولاني. لازم حضرتك تعرف معنى الديالوج بيدور حوالين إيه. هنا بيتكلم عن سما أند منى ار توكن أباوت إت فو. بيتكلموا عن إيه يا مستر؟ بيتكلموا عن إت فو. طب سما بتسأل منى فبتقول لها do you like visiting، هل بتحبي زيارة the ancient Egyptian monuments، المعالم الأثرية القديمة. طبعا حضرتك شايف ضد عامله ازاي؟ ضد مستر كنت بقولها بطريقه فاني كده، ضد شكلها عامل كده، فهي هنا هتكون بمعنى هل، فالاجابه عليها هتكون بيس او نو. فهي بتقول لها انها زارت، في اول واحده هتكون يس. يبقى خليك عارف ان دو او ديد او دز او اي حاجه من الاكزيلري فيربز من الافعال المساعده لما بتيجي في الاول بيكون اجابتها بيس، فكانت هنا الاجابه يس. فعلامه استفهام يا مستر قلت لي على طول عيني تحت. اللي ناقص هنا ايه؟ اللي ناقص هل في ركن اداه الاستفهام ولا الفعل المساعد ولا الفاعل ولا الفعل؟ لا يا مستر، اللي ناقص في ركن اداه الاستفهام اللي هو وات وير وين والقصه دي، يبقى هجيبها من تحت. بتقول لها I visited it last summer، انا زرتها last summer. طالما يا مستر زرتها last summer يبقى هنا بتسأل على وقت. مين اللي بتسأل على وقت معايا؟ فالإجابة طبعا هنا هتكون when. في علامة استفهام يا مستر عيني تحت. It's between Luxor and أسوان، إنها تكون between Luxor and أسوان. الحق يا مستر ده تحت في مكان، يبقى أداة الاستفهام المناسبة بتاعت المكان كان اسمها إيه؟ كان اسمها وير، فالإجابة هنا هتكون وير. تمام يا ريس؟ تمام يا ريس. نكمل مع بعض عادي جدا. قالت لها is it modern، هل هي تكون modern؟ قالت لها no it's not اتس اباوت، واديتها رقم وقالت لها حاجة اولد، كنا احنا طبعا عارفينها انها اسمها years old. يلا بينا نحل السؤال اللي بعده، علشان السؤال اللي بعده ده مهم جدا. complete the following dialogue and تعال نشوف بين مين ومين. هنا بيتكلم ما بين محمد اند سيف ار توكينج اباوت جوبز، بيتكلموا الاتنين عن الوظائف. فبيقول له وات وود يو لايك تو بي، عايز تكون ايه؟ يبقى هنا في الاجابه طبعا هيقول له هو عايز يكون ايه. فحضرتك ما ينفعش تقول اي اجابه او اي وظيفه. ممكن تقول له حضرتك تيتشر ان هو عايز يكون مدرس، وتحت يقول لك انجينير او دكتور شبه ما هو كاتب لنا هنا. قال له هنا طبعا قال له واي وود يو لايك تو بي ا دكتور، ليه عايز تكون دكتور؟ يبقى طبعا حضرتك عرفت ان الاجابه هنا هي دكتور. السؤال اللي بعده قال له واي يعني لماذا، لماذا انت تريد ان تكون دكتور؟ يبقى اكيد طبعا اتفقنا مع بعض ان احنا لما بنلاقي واي بيكون الاجابه بتاعتها يا تو يا از يا بيكوز. هناخد المشهوره بتاعتهم وهي بيكوز، فالاجابه هتكون بيكوز. قال له great you should study hard، لازم تذاكر بجد to be a doctor. shouldn't you أليس كذلك؟ قال له yes of course. قام رايح سأله سؤال كانت إجابته I want to be an engineer، أنا عايز أكون engineer. هي على بعضها بتتحفظ اسمها what about you، ماذا عنك. السؤال اللي بعده في علامة استفهام. قال له what does an engineer not. هنا انت طبعا عرفت ان علامة الاستفهام بتكون لها تكوين أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل. ادي يا مستر أداة الاستفهام، ادي الفعل المساعد، ادي الفعل. يبقى هنا اللي ناقص ايه؟ اللي ناقص الفعل.
نفهمه من معنى الجملة. بيقولوا what does an engineer، هو الانجينير ده بيعمل ايه، فبيعمل ايه او يفعل، او الفعل اللي هنا اللي كان ناقص هو do. يلا نكمل وندخل على الكومبليت كومبليت ذا فولوينج دايلوج اللي بعده. عمر is asking، عمر بيسأل شادي about summer activities، عن الأنشطة اللي بيعملها في السمر. فعمر ويوسف good morning يوسف what activities، ايه الأنشطة did you do last summer. قال له good morning عمر I know at فوتبول. انا ادي فاعل يا مستر، يبقى ناقص فعل وناقص مفعول. طبعا الكلام فين؟ الكلام في الماضي، يبقى الراجل ده لعب في الماضي، فلما لعب في الماضي هتبقى الاجابه بلايد. وير يعني اين، صح. دو يو بلاي ات، امتى بتلعبها فين؟ يبقى عايز من حضرتك تحت هنا مكان، فانت ممكن تقولها في الكلاب او الستريت، فخلينا في الكلاب اضمن، تبقى الاجابه بتاعتنا ان ذا ستريت. في علامه استفهام يا مستر؟ اه يا مستر. ايه اللي ناقص هنا بقى؟ الركن بتاع اداه الاستفهام ولا الفعل المساعد ولا الفاعل ولا الفعل؟ لا يا مستر، الركن بتاع اداه الاستفهام، فالاجابه هنا هتكون اداه استفهام. I played with my neighbors، بلعب مع my neighbors، مع جيراني. يبقى هو هنا بيقول له انت بتلعب مع مين، انت بتلعب مع مين، كان اسمها اداه الاستفهام بتاعتهم هو بتاعت العاقل. هنا وين يا مستر، صح. اه يا مستر. وبعد منها هنا يبقى الركن اللي ناقص عندك ركن ايه؟ ركن الفعل المساعد. بجيبه منين؟ بجيبه من تحت. قال له اي بلايد، انا لعبت، في ايدي تحت، صح. يبقى على طول حضرتك عارف ان طالما في دي هطلع بدي. طب افرض يا مستر لقيت تحت مثلا الفعل محطوط له اس، يبقى كنت فوق هتطلع بايه؟ كنت هتطلع بدز. طب لو لقيت الفعل يا مستر فاضي خالص يا مستر، كنت هطلع بايه؟ كنت هطلع بدو. ودي كنا عاملين لها اغنيه بتقول دو الفعل فاضي، دي الفعل في الماضي، ودز اخرها ايه؟ ودز اخرها اس. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده. complete the following dialogue، اكمل الديالوج الاتي. جانا is asking، هنا جانا بتسال. عندنا طالبه اسمها جانا وعندنا طالبه اسمها هنا، بناتنا دول صحاب سبحان الله، مثال جاي عليهم اهو، جنى وهنا. تمام يا جنى وتمام يا هنا. هنا جابر وجنى التانية مش عارف اسمها جنى ايه، ما علينا. جنى is asking هنا about her summer vacation، بيتكلم عن السمر vacation، اجازة السمر vacation. هلو جنى، فبتقول لها how do you spend your summer vacation، ازاي بتقضي your summer vacation، ازاي بتقضي السمر vacation بتاعتك. فردت قالت لها hello جنى I space my grandpa in the garden، grandpa in the garden. يبقى هنا هي بتعمل حاجة مع جراندبا في الجاردن. فممكن أقرب حاجة ومثال ليها إنها بتقول إنها الكلام في الماضي، فهي helped ساعدت جراند با جدها. قالت لها what did you space. طب انت عملت ايه؟ الركن اللي ناقص عندي ايه؟ فعل المساعد ولا الفاعل ولا الفعل؟ لا، الركن بتاع الفعل، فالاجابه هتكون do. we planted a lot of flower what not you، ماذا عنك؟ ثبتناها خلاص، فهتبقى الاجابه what about you. جانا هنا بتقول لها جمله I not to help out، وبعد كده خرجنا نساعد في project in my community، يبقى الإجابة بتاعتها هتكون I went to help out. ندخل بقى على الجزء بتاع الباراجراف، وده جزء السكيلز المهم جدا، والمطلوب منك كتابة باراجراف مكون من 85 كلمة. سؤال الباراجراف ده بيكون عليه 6 درجات، عدد الكلمات 80 كلمة. بص يا ريس، طالب بس من حضرتك تثبيت بعض الجمل الهامه الخاصه بالموضوع. يعني لو جالك مثلا موضوع عن الانترنت والموبايل فون والتكنولوجي والهوليدي والهوبز والحاجات دي، فحضرتك ثبت لي الجمله دي في الاول لانها جمله مهمه، ولما المصحح بيشوفها بيعرف ان الشخص اللي بيكتب ده شخص شاطر جدا، وشخص الدنيا معاه بتكون كويسه جدا. وي اول نو، كلنا عارفين ذات ان اسم الموضوع ده از او ار على حسب لو هو مفرد او جمع very important and interesting too. It helps us a lot in our life. تمام. طب مش هقول لك بقى الاجزاء اللي انت عارفها بقى، الحاجات الاساسيه بتاعه الجزء الخاص بالرايتنج، ان احنا نسيب مسافه في اول، نراعي علامات الترقيم، الكلمات والحروف الكبيره في الكابيتال ليتر، نبدا الجمله بتاعتنا بالفاعل ثم الفعل، ونستخدم الزمن الايه المناسب. ولا مانع وانت شغال كده تدي بقى تعبر لنا عن رايك، فتقول ان ماي اوبينيون الموضوع كذا فيرست. يعني بنحبه واحنا بنصحح ان الباراجراف منظم كده، واخد سكه منظمه جدا، انك تقول مثلا ان ماي اوبينيون
opinion أو first أو then أو after that و in fact والحاجات الجميلة دي اللي تدل على إن حضرتك شخص فاهم وبيكتب مش بيكتب وخلاص. وآخر حاجة يبقى أختم الموضوع بتاعك بكلمة to in conclude. تكبر شوية كده تبقى في الثانوية to sum up و in conclusion والحاجات الجميلة دي. أو ممكن حبيبتنا اللي احنا شغالين بها على طول هي كلمة finally، وتبتدي بعد كده تراجع وتتأكد من اللي انت كتبته، وتبتدي برضو تركز في السبيلنج رايتنج والجرامر الخاص بالموضوع بتاعك. دي اهم طبعا الباراجرافات اللي موجودة عليك. انت طبعا هتكون خدتها بأمر الله في ليلة الامتحان في الشيت بتاعك، فبالنسبة لك هتكون سهلة جدا بأمر الله انك تركز عليها. طبعا أذان الفجر هروح أصلي وبعد كده نكمل المراجعة بتاعتنا بأمر الله. نكمل مع بعض. ودي أهم الباراجرافات اللي هتقابلك في آه، الشيت بتاعنا، والباراجرافات دي مهمة جدا، أغلبكم اتمرن عليها، وأنا أصلا مش خايف عليكم من موضوع الباراجراف لأنه أنتوا أصلا بتعرفوا تعبروا، فده حاجة جميلة جدا خاصة بيكم. ثانيا بقى الجزء بتاع ايه يا مستر؟ الجزء بتاع الايميل. لو جالك ايميل يعني الانفورمال ايميل اللي هو اتكلم عليه في منهجك، خلي بالك بقى من تو وفروم وسبجكت والموضوع وكذا وهاو ار يو والحاجات دي احنا متمرنين عليها، فبالنسبة لكم ده سهل جدا. وده شكل ونموذج زي ما انت شايف كده بيتكلم ازاي. راعي بقى الحاجات ايه اللي دي. البلوج بوست كتابة منشور المدونة ده بيكون شكله طبعا، وتعالى اوريك شكل ليه طبعا زي ما انت شايف. وهنا طبعا زي ما حضرتك شايف دي اهم الكلمات الخاصة بمنهجك متجمعة كلها. الكلمات دي براجعها كويس جدا، ان شاء الله لن يخرج منها امتحانك بامر الله. تركز في ايه تاني؟ تعالى بس الاول نحل مع بعض اهم الاسئلة اللي خاصة بكل يونت. دي اهم الاسئلة اللي هتكون متواجدة في الشيت بتاعك لأهم الأسئلة الخاصة باليونت. يعني هنبدأ مع بعض بأمر الله بيونت 1 ويونت 2 لحد بقية اليونت كلها. تمام. هنبدأ بيونت 1. بيقول لي 30 players took part in، يعني شاركوا في ذا سبورت. اسمها سبورت ايه طبعا يا مستر؟ اسمها سبورت تورنمنت. ذا ميكانيك وركس، الميكانيكي شغال ان بيشتغل في ايه؟ في ورك شوب الورشة. how many goals did آسر in the tournament، في الدوري يبقى سكور. we should say things to support people، علشان ندعم الناس هنقول لهم حاجات إيجابية يعني positive. I am happy to not party this school project يعني ايه يا مستر؟ سكول بروجكت يعني مشروع المدرسة. في بارتي ان يعني يشارك فيه، فهتكون الإجابة تيك. we should do useful in our free time، لازم نعمل أنشطة activities. the نقط asked me to train hard for the tournament، أتمرن كويس للتورنمنت، فطبعا مش هيكون الميكانيك طبعا، فهيكون الايه الكوتش. هنا جودة became، أصبحت Egypt youngest ever national ايه يا مستر؟ كانت طبعا زي ما حضراتكم عارفين إنها كانت تشامبيون يعني بطلة. players should respect their who plays against them، اللي بيلعبوا ضدهم طبعا المنافسون بتوعهم opponents. okay. are underground tunnel and rooms for burying the dead، بيدفنوا فيها الموتى، فكانوا بيدفنوا الموتى طبعا في الكاتاكامبس. تدخل على يونت 2. ذا نقط is the woman who gets married، اللي بتكون متجوزة طبعا، فبتكون دي البرايد العروسة، انما الرجل بيكون العريس اسمه جروم. ذا مان طبعا زي ما قال اهو هو الجروم. علي takes a lot of amazing photo، خد الكثير من الصور. he is a good طبعا good photographer. the wedding نقط is a special outfit that bride wear، اللي بتلبسه اللي قال لك البرايد وير in at her wedding طبعا ده الدريس. the marriage is the paper، عقد الزواج اسمه marriage contract. the bride was wearing a beautiful gold it was a gift from the groom، كان عبارة عن gift من الجروم وكانت لابساه في gold necklace. could you please من فضلك أو لو سمحت the intercom ممكن تبوز. my mother has a bank نقط to save
money عندها حساب في البنك فاسمه account. traveling gives you new بيعطيك خبرات، فخبرات اسمها experience. we like to go out of the new city and not places ونستكشف الأماكن اللي موجودة هناك، فنستكشف هيكون اسمها ايه؟ طبعا هيكون اسمها explore. تمام. السؤال اللي بعده ازاي نقط help student and teacher every day بيساعدهم كل يوم. فمين اللي بيساعدهم كل يوم؟ ده طبعا بيكون مدير المدرسة، فمدير المدرسة اسمه school principal. she is a أو at solving problem the school يبقى دي expert خبيرة. sometimes the principal sometimes the principal feels from all of work. الراجل طبعا بيكون stressed يعني مضغوط. learning a new نقط can be exciting and fun بيكون exciting ممتع و fun. learning new skill مهارة جديدة. geocaching is my favorite hobby. is writing record of events بنكتب record of event يبقى log book. in geocaching في الجيوكاتشنج the نقط comes from an app بتيجي من تطبيقات معينة. طبعا حضرتك عارف ان بتيجي من التطبيقات المعينة كنا بنقوله عليها في منهجنا ايه؟ كانت طبعا كلوز. we sell homemade lemonade from our نقط at the bazaar من كشك طبعا في البازار، فالإجابة كانت ستول. I love to learn أنا بحب أتعلم from my brother who is a clever شيف، رجل شيف جدا فبتعلم منه ايه يا مستر؟ فبتعلم منه الريسبيس الوصفات. روقان is a band or chain that you wear around your wrist يبقى bracelet. they are studying a math lesson بياخدوا طبعا حاجة اسمها coordinates في درس الماس الإحداثيات. ندخل على اللي بعده في يونت 4 بيقول سمارت فونز are one of the amazing inventions اختراعات. تمام. بعد كده reducing the rubbish and saves the planet طبعا ده في خلال عملية الايه التدوير بنريديوس بنقلل الزبالة. they will give money to the نقط which help poor people. مين اللي بتساعد البور بيبول؟ التشاريتي الجمعية الخيرية. can make power from the sun ممكن تعمل باور طاقة من الصن طبعا دي اسمها solar panel. نقط is a person who use computer to get hold for private information ممكن يحصل على معلوماتك الشخصية فده الهاكر. help us to take money ناخد الماني out ال ATMs. app Archer is an app for نقط فوتوز. بيعمل ايه في الفوتوز يا مستر بتاعتنا؟ هو بيتشينجينج بيغير لنا الفوتوز. is a big problem for young people المشاكل لليونج بيبول السايبر بولينج التنمر الإلكتروني. my phone is not which means there are only a few like it ناس شوية اللي حبوها فهي limited edition. can you use how strong the wind is قال لك there is not طبعا هنا strong ايه wind يبقى دي يا مستر عاصفة، فالعاصفة هتكون اسمها ايه؟ هتكون اسمها storm. The last time we had any rain was 3 years ago. There is آخر مرة كان عندنا any rains were 3 years ago منذ 3 سنين. معنى كده ان هم كانوا عندهم جفاف. The trees are so dry and not started and burned them down wild fire النار. We don't have enough to drink right now ما عندناش حاجة نشربها الآن. احنا بنعاني من نقص المياه الووتر scarcity. she is feeling ill تشعر بالتعب because she was out of the sun too long. she has كان عندها جالها ضربة شمس من الشمس فاسمها heat stroke. water from the river is coming into our house. there is تأتي من our house فطبعا هنا في حاجة اسمها فيضان عبارة عن مياه كثيرة. saving energy at home makes a difference to not changing to not change اسمها ايه يا مستر؟ اسمها تغير المناخ. تغير المناخ بيكون اسمه climate change. is a machine to cool your home بتكول your home المنزل بتاعك فدي اسمها الاير كونديشنينج او مكيف الهواء. earth is called the green الارض اسمها الكوكب الجرين البلان. يبقى دي يا مستر كوكب اسمه ايه؟ كوكب اسمه بلانيت. اوكي
اوكي. not is the study of rocks، انك تدرس الروكس الصخور and structure، فده علم geology. rice and pasta are the main نقط of كشري، المكونات الأساسية للكشري، فالإجابة بتاعتنا هتكون ايه يا مستر؟ ingredient. تعالى بقى نبص في ingredient. ادي ingredient. a service food in a restaurant، بيقدم الفود in the restaurant عمنا الويتر. to the restaurant we usually have the نقط before the main meal، بناخده حاجة اسمها starter، المقبلات اللي بتكون في الأول. is sweet juice made of sugar، مصنوعة من الشجر. we put in بسبوسة، بنحطوها على البسبوسة. syrup. my favorite نقط dish is called يبقى what it's delicious meat dish. طبعا حضرتك هتكون عارفها، هي celebration. اللي بعده means old materials used to grow new plant. grow new plant ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني السماد بيكون اسمه compost. means used again in a different way، بتستخدمها كمان بس بطريقة تانية، فحضرتك عارفها انها اسمها recycle. اللي بعد منها سهلة خالص، اسمها ايه يا مستر؟ اظبط بس ايه بالإف بتاعنا الجميل ده ونركز فيه. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ is a thin paper or plastic tube you drink through. ايه يا مستر الكلام ده؟ هل عبارة عن بيبر صغننة ومصنوعة من البلاستيك والتيوب بنستخدموها ايه؟ دي طبعا حاجة اسمها السترو. means something not wanted، حاجة احنا مش عايزينها. طالما مش عايزينها يبقى فضلات يعني waste. means the leftover part of coffee beans، دي coffee ground. 61 it was a beautiful day and the flower were not at the park، كانت مزدهرة وواضحة، فالإجابة طبعا هتكون بلوم. زي ما قالك كده كان في بعض الفلاورز كانوا in the bloom. تمام. نكمل ندخل على الجزء بقى الأهم، وهو جزء الجرامر اللي هيكون معانا الخاص باليونتس. هنحل على طول طبعا، لأن الحل بيسهل لنا الموضوع والدنيا بتبقى معانا أسهل كتير. تعالى بقى كده بسرعة نحاول نحل على المضارع. أول زمن معانا هو زمن الباست سيمبل، الماضي البسيط. طبعا حضرتك عارف الأغاني بتاعته اللي احنا اخترعناها، فبالنسبة لنا الموضوع هيكون سهل. أول حاجة بنبص على زمن الجملة، فلقينا زمن الجملة ماضي، فالكلام هيكون في الماضي، فأول واحدة هتكون started. بعد كده قال لي 3 months، اسمها 3 months ايه يا مستر؟ أجو، لأن أجو بيجي قبل منها زي ما أنت عارف وقت. لاست سمر، السمر اللي فات ووز جريد، واحنا لعبنا الكلام في الماضي لوجود لاست ولوجود ووز، فعايزين حاجه فيها اي دي. ضد قلبي وراها الفعل ساده من غير زياده، فالاجابه هتكون ليرن. نكمل مع بعض. I go to the beach last summer. الله، لاست غششتني الإجابة، فطالما لاست غششتني الإجابة يبقى أنا قدام مني يا إما wasn't يا إما didn't. wasn't وراها اسم و didn't وراها فعل، فالإجابة هتكون طبعا حضرتك عارف didn't. يونس نقط played sports in the summer vacation. he is very active، هو شخص فعال جدا ومتفاعل ونشيط، يبقى الراجل ده بيلعب بشكل مستمر، فطالما بيلعب بشكل مستمر يا مستر هتكون الإجابة بتاعتها طبعا ايه؟ always. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي how often كم مرة your grandfather، طبعا علامة استفهام وهاو often والكلام في الماضي، يبقى هنبدأ بالفعل المساعد بتاعنا did ويو والفعل، يبقى did you visit. زي نقط last summer، كلام فين؟ إيه الكلام يا مستر؟ في الماضي. عرفت منين؟ عرفت من وجود كلمة last summer. هنا عايز حاجة طبعا زي ما انت شايف، عايز حاجة فين؟ عايز حاجة في الماضي. تعال ندور في الماضي. didn't never go ولا never went ولا لا، طبعا حضرتك الإجابة الصحيحة عندنا هنا هي never went. went to غدا went to رجالة and نقط nice time زير. الكلام فين؟ كلام في الماضي. عرفت منين؟ لأن وانت أصلا في الماضي، فالجملة بدأت ماضي هتقفل ماضي، فالإجابة هتكون spent. it نقط very hot when I reached الكلام في الماضي يا مستر، يبقى الجملة بتاعتنا هتكون في الماضي. الماضي معايا هنا هو was. السؤال اللي بعده
we went to the theater week. طبعا هو عايز الكلام في الماضي، فطبعا last week. week ago منذ أسبوع. we نقط in هرجيدة. البي طبعا بيكون باختصاره يا إما was يا إما where، فأنا عندي هنا we، فالإجابة هتكون where. السؤال اللي بعده سهل جدا، بيقول لي إيه يا مستر؟ بيقول لي they often، هم often والكلام في الماضي يبقى planted، حط لها بس ايدي. I not made my bed in the morning. I like it. أنا بحب الحاجة دي وبعملها بشكل مستمر، فالإجابة طبعا هتكون إيه يا مستر؟ هتكون always عكس never. محمود usually wore a hat when it، لما الدنيا بتكون. كان ارتدى فين؟ ارتدى في الماضي يا مستر، والبي بيكون اختصاره was أو were، وإت تاخد was. my father always، بابايا على طول during his childhood كان بيتمشى، فالكلام كان في الماضي هتبقى الجملة walked. يبقى انت كده يا معلم راجعت ايه؟ راجعت الماضي البسيط. تعال بقى نكمل كده وناخدوا الجزء بتاع يونت 2 اللي كان خاص بصفات الايه؟ صفات الملكية. my his here it's our yours there. والواد طبعا حضرتك عارفه بيعمل ايه والبنت بتعمل ايه من اغانينا اللي احنا كنا بنخترعها في الجرامر. سالي goes to the school with، كانت بتروح مع مين يا مستر؟ براذر. ورا منها اسم يبقى طبعا هير، مش تنفع دي عشان بتيجي في الاول، ولا تنفع دي وزمن الجمله ما يديناش اتس. write soon and tell me about، اكتب لي وقول لي عن عيلتك. عيلتك يبقى الاجابه تبقى يور. this is my dad not is brown، اللي شعره بيكون براون، يبقى الاجابه مستر داد ده شخص، والشخص بياخد his، الولد بياخد his. my not farm is in أسوان near the Nile، بالقرب من النايل. طبعا اتفقنا مع بعض على قاعدة الابوستروف اس والابوستروف بس، ان المفرد ابوستروف اس والجمع ابوستروف بس. وخلي بالك من الاسماء اللي بتنتهي بالاس، شبه فارس ولميس وكده بتاخد ابوستروف بس. هنا بيقول لي ماي جراند ايه يا مستر؟ هنختار اللي فيها ابوستروف بس عشان تبقى الاجابه جراند بيرنس. ذا نوت ويدنج از دريس از اميزنج، بيكون رائع جدا، يبقى هنا مفرد، فالمفرد هيكون ابوستروف بس. ماي انت هاز تو جيرلز، اساميهم ار كذا وكذا. طالما مستر قال لي اساميهم هم فهتبقى زير نيم. ذا دوج this is my dog، هذا هو الكلب بتاعي. طب ماله؟ تعال نشوف. this is my dog نقط here it's white، اللي شعره كلب غير عاقر، فالإجابة هتكون it. my نقط son أحمد بليز تايكوندو in a team، بيلعب تايكوندو in a team، فدي مفرد يبقى هي sisters. I am good at math it's نقط favorite subject، فتعالى كده بيقول إنها بتاعتي أنا أو الخاصة بيا، فهتبقى my favorite subject. there is a big store for نقط clothes الستات. طبعا ده اسم يا مستر جمع بس مش منتهي بإس، فبنحط له أبوستروف اس، أبوستروفي اس. فين دي يا مستر؟ الإجابة أهي. نقط كارز لمن هذه العربية، كنا بنختاره هوز. كان يو ممكن تساعدنا وراء الفعل في المصدر، هيكون هيلب. بعد كده يا مستر يو اوبن ذا ويندو، ممكن من فضلك تفتح الويندو، فالإجابة هتكون ويل. نكمل. we can't use، ما بنقدرش نستخدم الفونز خالص معانا. we can't use نقط phones in the library، في اللايبراري. طبعا هنا we موجودة، فهتبقى الإجابة إيه يا مستر؟ اور. دينا and سارة لايك، دينا وسارة بيحبوا إيه يا مستر؟ بيحبوا زير علشان ده جمع. the book belongs to ماجد، بتاع ماجد، يبقى ده كتابه هو ولد، ويبقى his our نقط names اسم اختنا. طبعا هنكتب كلمة دوترز ونحط لها ايه؟ apostrophe. I like your pants، انا بحب البانتس بتاعتك، دي جامدة ايه جدا. I like your pants where did you get، من اين حصلت عليهم؟ من اين حصلت عليهم يا مستر؟ فهنا طبعا بص كده عايزك تركز في كام حاجة، ان انا لازم احط زم معايا علشان هو قال لي ايه هنا؟ هو قال لي بانتس، فالاجابه هتكون ايه يا مستر؟ هتكون زم. اوكي يبقى احنا هنا هنكتب ايه؟ هنكتب زم. is that gift for، هل هذا الجيفت ليا؟ for me my not، في grand parents و grand parents جمع،
والجمع ابوستروف بس، فهنحط ابوستروفي هنا في الجزء ده كده نكتبها زي ما هي. ورا الفعل في المصدر فهنشيل منه الاي اس. ندخل على الزمن اللي بعده بتاع ام از ار اي ان جي، حاجه بتحصل دلوقتي ونحاول نعرف مع بعض اجاباتنا. ركز يا معلم، في هنا كلمه ناو يا مستر، فطالما ناو وهنا شي يبقى ام از ار اي ان جي هتبقى از بلاينج. الار موجوده، الار موجوده، عايز الاي ان جي. وي ار هيلبينج، نحن نقط with his homework tonight. with his homework tonight بنساعده هو يبقى ايه helping him. I have a journal and I write in الجورنال شيء غير عاقل، فانت بتكتب فيه، فطالما بتكتب فيه يبقى تكتب in ايه in it. we are helping نقط with his homework tonight. احنا بنساعده هو tonight. يلا بينا. we are helping مين؟ we are helping تبقى him. اوكي. السؤال اللي بعده سؤال مهم جدا، فبيقول لي I have a journal. هو انا بعيد تاني ولا ايه؟ ثانية كده. بعيد تاني ان انا قلت الكلام ده. زي الفل كل قاعدة وفيها فايدة. جورنال طبعا بتكون الإجابة it. we do regular exercise، نحن بنعمل exercise. it help نقط to relax بتساعدنا احنا، فالقلب ايه us بتساعدنا فنحن يعني us. نقط بداية الجملة، طالما بداية الجملة معايا فالإجابة يا مستر هتكون ايه يا مستر؟ هتكون زي. طب ليه زي؟ اقول لك يا معلم، دي مش شي او هي، علشان لو شي او هي كنت هتلاقي هنا في اسم، وده ما حصلش، فهنبتدي بزي. you can go with نقط to the club on، ممكن تيجي معايا فهتكون with me. who are موجودة صح، يبقى ing. نكمل. هنا بيقول لك what نقط you doing، ايه اللي انت بتعمله، فعايز يقول له what are you doing. تعالى what نقط you doing، تعالى نبص هنا في you في ing فهتاخد are. I am الام موجودة هنختار لها ing فهتبقى writing. they asked هم سألوا نقط to help in the community and she، وهي يبقى سهلوها هي يبقى asked here. نقط some فروض، خلي بالك حب شعور عاطفة ملكية، والأفعال التقريرية لا تأتي استمرارية. الأفعال شبه لايك ونيد والحاجات دي ما بتاخدش ing، هتبقى الإجابة بس need. اوكي. وبرضو لو جات لك want ما اسمهاش I am wanting، لا هتقول I want. الأفعال دي لا تأتي في الاستمرارية. جملة مهمة. what are you doing، ايه اللي انت بتعمله؟ قال له I am not for my sister، يبقى هنا هيقول لك I am بيجهز. بعد كده don't phone your uncle now، ما تكلموش دلوقتي as he نقط الراجل is بيأكل is having lunch. do you want to come to the club with نقط تامر، هل انت عايز تيجي معانا يا تامر؟ يبقى do you want to come to the club with us. the girls are sad، هم بيكونوا sad. زي نقط ايه زي came last، يبقى هنا يا مستر الإجابة زي. نكمل وندخل على اللي بعد. يونت 4 كان بيتكلم عن قاعدة if مضارع بسيط. الجملة الثانية مضارع بسيط، وكان بيتكلم عن حاجة اسمها الامبيرتيف، افعل ولا تفعل. هنا بيقول لك بقى الجملة بدأت ايه يا مستر؟ بفعل في المصدر، فالإجابة بتاعتنا هتكون تاب. نقط يبقى انت عارف اللي في بداية الجملة بنختاره دونت بوست او دونت شير. هنا الجملة لازم تكون بتاعتي في الانفينيتيف فهتكون insert. if it if جت if مضارع بسيط، الجملة التانية مضارع بسيط. المضارع البسيط المفرد بيحب الاسم، فإت ده مفرد فالإجابة هتكون reads. if you press if جت لي تاني في بداية الجملة، if مضارع بسيط، الجملة التانية مضارع بسيط، والمضارع البسيط المفرد بيحب الاس، الجمع سادة من غير زيادة. إت يا مستر موجودة معانا فهتبقى الإجابة x. if I go to the bed I not tired، أنا بكون يا مستر متعب. هنا بيقول لي بقى أحط always قبل am ولا بعد am. احنا اتفقنا قبل الفعل وبعد الام والاز والار، وكنا غني لها اغنيه تانية قبل الاساس وبعد البي انزل بي. تمام. يبقى انا عندي يا مستر ام واز وار. always بتيجي بعدهم ولا قبلهم؟ لا، الاغنيه بتقول قبل الفعل وبعد الام والاز والار، وده انطبق على دي. وات نقط
if you click on the pictures ايه اللي بيحصل؟ يبقى what happens if I not my glass I can't see well. هنا حاجة نفي لو أنا ما ارتديتش النضارة بتاعتي my glasses I don't wear، يبقى الإجابة هنا هتكون if I don't wear لو أنا ما ارتديتش. ندخل على اللي بعده، بيقول لي ايه your personal information to anyone، اوعى تعطي معلوماتك الشخصية لأي حد، فهنا هتكون الإجابة never. ندخل على الجزء الأهم وهو لما يجيب لي سؤال شبه ده هنا معناها لا تخبر، هتبقى الإجابة don't tell. sit and والكلام في المصدر هنشيله الاسم، هنا أبذل قصارى جهدك مش تتو، لا هنا هتكون الإجابة دو. أحمد امشي بيجيب لي الإمبيراتيف، هنشيل الاي ان جي الايه هتكون ووك. ذا دور اوبن اف يو بريس ذا بوتون، لو انت ضغطت على الايه يا مستر، لو انت ضغطت على البوتون. وفي علامة استفهام موجودة عندي هنا، معنى الكلام ده ان هو هنا بيسأل صح؟ يا مستر هنا بيسأل. اوكي خلي بالك من الجزئية دي. انما از علشان البي بتكون ام واز وايه وار. if you press this button لو انت ضغطت على هذا الزرار ذا تي في نقط اوف، لو انت ضغطت على الزرار ايه اللي هيحصل يا مستر؟ هيشتغل وده مفرد والمفرد بيحب الاسم، فهتبقى تيرنز. هنا هنشيل الاي ان جي، فالاجابه هتكون ايه يا مستر؟ الاجابه هتكون بي. تمام نكمل. هندخل على الآ والآن والزاء، ودول سهلين جدا وكانت أفكارهم حلوة. والمقارنة إيه ما بين اتنين صفة قصيرة في أرزان والقصة دي. سمي الله. The Nile River is not the world، هيبقى هنا بيتكلم عن أطول حاجة، فأطول حاجة تبقى the longest. Europe is not attractive، كلمة السر زان صفة قصيرة ولا طويلة؟ لا يا مستر طويلة، يبقى more أو less، لقيت عندي more. is it not today زان، كلمة السر زان صح، وعندك هنا sunny، الصني دي يا مستر صفة طويلة ولا صفة قصيرة؟ لا صفة قصيرة، هنحط لها اي ار عادي. there are lots of pyramids in نقط Egypt والدول مش بتاخد ولا ولا ان ولا ذا، هتبقى نو ارتكل. اوكي نكمل. there are many، يوجد الكثير من الروكس on نقط earth crust. طبعا الارث والحاجات الفريدة من نوعها الارث والمون والصن بياخدوا زان. ندخل على 6. سوزان is from USA، الأسماء المركبة كنا بنتفق أن أي اسم من الأسماء المركبة بياخد زان. I can see نقط مون، المون ده حاجة فريدة من نوعها، فالإجابة هتكون زان. سارة wanted to be، الوظيفة كان بيجي قبل منها آية، أنا عايزة تكون دكتورة، فهتكون هنا آية. I like basketball، أنا بحب الباسكتبول نقط والفوتبول، يبقى الإجابة عندي هنا هتكون and. ناصر is not very good at math، الراجل ده مش شاطر في الماث. he is very good at English، ولكن هو بيكون شاطر جدا فينا مستر في الانجليش، فهنا جملتين عكس بعض هتبقى but we laughed a lot، ضحكنا كتير. the movie was funny، الفيلم كان ممتع بسبب ان الفيلم كان ممتع. أسوان is ذا والصفة est، فالإجابة هتكون ذا بيست. نودي اللي بعده. playing video games is more useful، دي طبعا هتكون الإجابة فيها زين. اللي بعده بيقول لي محمد صلاح نقط famous football. تعالى كده نركز، هو هنا بيتكلم عن محمد صلاح كواحد من ضمن مجموعة كبيرة، فيا مستر هيبقى the most famous football، وهنحط famous معاهم. كلمة السر زين صح، لو الصفة قصيرة ER. healthy صفة قصيرة بس هنحول الواي لآي تبقى healthier. The Cairo Tower is not than pyramid، كلمة السر زين ومع الطول بتكون يا مستر taller. يارا is not girl in our class this term، يبقى هنا new، هتبقى الإجابة new. My favorite subject is الإنجليش، والمواد الدراسية بتكون no article، هتبقى هنكتبها English بس من غير
اي حاجه. children wear not uniform. حضرتك وانت شغال دلوقتي سمعت صوت يو، كنا علمناها يو، اول ما نسمع صوت يو يبقى يونيفورم يونيفرسيتي. اوكي، هتبقى الاجابه هنا السكاي والمون والحاجات دي اشياء فريده من نوعها فبنختار لها فهتبقى الاجابه ذا سكاي. اخر يونت معانا، يلا بينا نسمي الله. حاجات بقى ايه دي سهله جدا. وديد هنا بيقول لي ديد ورا الفعل في المصدر، فالاجابه هتكون جو. نقط يو ستي قال لي بيكوز، وطالما لقيت بيكوز موجوده يبقى عندي واي. هاو ماتش زي بي فور ذا ميل، قال لك هم دفعوا وقال لي الرقم بتاعي. طب يا مستر يا هاو ماتش هنا اللي ناقصه عندي الفعل المساعد، صح؟ فعل المساعد. طب حدد زمن الجمله كده عشان ما تلخبطش نفسك. قال لك بيد الكلام في الماضي هتبقى did. where نقط she sat in the restaurant، she sat الكلام فينا مستر الكلام في الماضي. طب يبقى الكلام على ايه؟ الكلام على did. the month of Ramadan in Egypt. the month ده مستر هو المنث ده ايه؟ يعني يا مستر المنث ده شهر، يبقى هنا بيتكلم على during، وديورنج معناها أثناء، فهتبقى الإجابة during. 6 this time في هذا الوقت كان اسمها إيه؟ at this time. اللي بعده نيويورك يا مستر ده مكان، فعايز يقول في نيويورك. we have a very، يبقى هتبقى الإجابة بتاعتنا at برضو نيويورك. we boil it لمدة طويلة يبقى for long time. والنقط الكلام يا مستر في الماضي فالإجابة هتكون did ورا الفعل فين؟ في المصدر من سي. put this dish نقط the table على التيبل، فالإجابة طبعا هتكون on. my school نقط the post office فهنا عايز يقول next بيجي معاها ايه؟ فهتبقى next to. the players are playing بيلعبوا في هذا الوقت، يبقى ايه يا مستر في هذا الوقت؟ كان اسمها at the moment. اخر حاجة الكلام في الماضي مع night بيبقى اسمها last night. تم بحمد الله. شبابنا الحمد لله انتهينا من مراجعتنا، فالمطلوب من حضرتك ان شاء الله التركيز والانتباه في الحل، ولما تخرجوا كده وربنا يكبر بخاطركم ابقوا طمنوني. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.